جريمة النهاردة من أغرب الجرائم اللي ممكن تسمع عنها في حياتك. في مدينة من مدن روسيا ظهرت جرائم قتل كتير لمجموعة من كبار السن. الشرطة كانت بتلاقي الضحية في بيتها مقتولة وراسها متكسرة، والجرائم دي استمرت لمدة 8 سنين والشرطة معرفتش تقبض على القاتل. يا ترى مين القاتل وإيه اللي يخليه يقتل ناس كبيرة في السن بالطريقة البشعة دي؟ يلا بينا نعرف الحكاية كاملة من البداية. القصة بدأت سنة 2002 لما حصلت جرائم قتل لمجموعة من كبار السن في مدينة من مدن روسيا. الشرطة كانت بتلاقي الضحايا في بيوتهم مضروبين بفاس أو بمطرقة في دماغهم، وكمان كانت بتلاقي البيوت مسروقة، وفي معظم الأوقات المجرم كان بيحاول يحرق البيت بعد ما يقتل الضحية، وده علشان يغطي على وجود أي دليل وكمان يبين إنها كانت حادثة عادية. وبكده المجرم كان بيقتل بهدف السرقة. الشرطة استمرت في البحث عن القاتل، لكن المشكلة إن ما كانش فيه أي دليل أو بصمات تدل عليه. فضلوا على الوضع ده لسنة 2010 لحد لما واحدة من ضحايا القاتل قدرت تهرب منه وكلمتهم، وكان عندها 61 سنة، وقالت لهم إن اللي حاول يقتلها كان واحدة مش واحد. الشرطة طبعا استغربت جدا، وده لأنهم بقالهم 8 سنين معتقدين إن القاتل راجل مش ست. وكمان الوحشية اللي كانوا الضحايا بيموتوا بيها صعبة إن واحدة تعملها. ما هو إزاي واحدة هتمسك فاس أو مطرقة وتنزل بيها على دماغ الضحية لحد ما تكسرها؟ الشرطة سألتها تاني وقالت لها انت متأكدة انها واحدة؟ ممكن تكوني غلطانة او بيتهيألك، وانها ممكن تكون راجل ولابس لبس واحدة علشان يخفي شخصيته الحقيقية. لكن الشاهدة اصرت ان اللي هجم عليها كان واحدة، وقالت كمان ان المجرمة دي قالت لها انها شغالة في الخدمات الاجتماعية، وانهم بيساعدوا كبار السن وهي جاية علشان تساعدها. وبمجرد ما اتأكدت ان انا وهي لوحدنا في البيت مسكت الفاس وهجمتني بيها على طول، وكانت بتحاول تضربني بيها على دماغي فهربت منها بسرعة. الشرطة بعدها حققت مع 3000 واحدة تقريبا كانت مشتبهة فيها، لحد لما قدرت توصل للمجرمة الحقيقية، وكان عن طريق ان واحدة شافتها وهي خارجة من بيت اخر ضحية ليها. اسمها كان إيرينا وعندها 41 سنة، وكانت متجوزة وأم لطفلين. لما الشرطة قبضت عليها جوزها يوري قال إنهم متجوزين من 14 سنة، وإن مراته إيرينا ما كانش باين عليها أي حاجة من الحاجات دي، وإنها كانت طبيعية جدا معاه ومع أولادهم، وما شكش في لحظة إنها ممكن تكون هي المجرمة الحقيقية. وكمان المدرسة بتاعت بنتها قالت إن إيرينا كانت بتساعد بنتها كتير في حفلات المدرسة، وإن هي كانت أم عادية جدا. إيرينا اتولدت سنة 1972 في مدينة نيجا في ولاية من ولايات الاتحاد السوفيتي سابقا، ولما بقى عندها 14 سنة بقت مدمنة على الكحول وبالأخص مشروب الفودكا، ودي كانت مشكلتها الأساسية، واستمرت على كده لحد لما بقى عندها 25 سنة. وبعدين قابلت جوزها يوري اللي حاول يمنعها كتير من إنها تشرب الكحول، لدرجة إن هو منع عنها الفلوس تماما علشان ما تشتريش أي نوع من أنواع الكحول، وكان معتقد إن هو كده بيساعدها. لكن الموضوع قلب معاها بكارثة. إيرينا لما اتقطع عنها مصروف جوزها قعدت تفكر في أي حاجة تعملها علشان يبقى معاها فلوس وتقدر تشتري الكحول براحتها. فجت لها فكرة شيطانية خلتها تقرر إنها تقتل كبار السن، وده لأن مقاومتهم هتكون ضعيفة وهيكونوا قاعدين لوحدهم وكمان عندهم فلوس المعاشات. إيرينا بدأت تخطط علشان تنفذ أول جريمة قتل ليها، وده كان سنة 2002. راحت لمنطقة بعيدة شوية عن بيتها واختارت ضحيتها بعناية، وبعدين خبطت على باب بيتها وقالت لها إن هي عاملة اجتماعية، وإن هي جاية علشان تساعدها وتشوف حالتها الصحية وكده. وبمجرد ما دخلت البيت مسكت المطرقة بتاعتها وقامت ضربها على دماغها كذا مرة لحد لما اتأكدت تماما إنها ماتت. وبعدين سرقت فلوسها كلها وحرقت البيت علشان تخفي أي دليل يدل عليها وتبان إنها حادثة. وبعد كده راحت على بار من البارات اللي موجودة في المدينة وقعدت تشرب في مشروب الفودكا بتاعها، وفضلت على النظام ده لمدة 8 سنين. كل ما الفلوس تخلص منها تروح مدورة على واحدة كبيرة في السن تكون عايشة لوحدها وتقتلها. الغريب في الموضوع ان إيرينا ما كانتش بتلاقي مبالغ كبيرة بعد ما بتقتل ضحاياها دول. في مرة بعد ما قتلت واحدة منهم لقت معاها 20 دولار بس، وأقصى مبلغ إيرينا لقيته كان 1000 دولار. الشرطة لما قبضت على إيرينا قالت لهم أنا كان نفسي أكون أم عادية، بس للأسف ما قدرتش أتخلص من حب للفودكا. القاضي حكم على إيرينا ب20 سنة بس، ودي كانت أقصى عقوبة بالنسبة للنساء في روسيا. والحكم ده كان صدمة لعائلات الضحايا. إيرينا قتلت 17 ضحية وما اتحكمش عليها غير ب20 سنة بس، يعني قصاد كل ضحية سنة وربع. على فكرة روسيا معدلات شرب الكحول فيها من أعلى المعدلات في العالم، وخصوصا مشروب الفودكا يعتبر المشروب الرسمي عندهم في الكحول.
المهم قول لي ايه رأيك في إيرينا، وهل الحكم عليها كده عادل او كانت تستاهل حكم اكبر من كده؟ واشوفكم على خير في فيديو جديد وقصة جديدة ان شاء الله.